الترامادول ده شطار، والمعنى الحقيقي لصاحبك اللي بوشيه. تعال اقول لك قصتك من البدايه. بتبدا فيه عشان تنجز مصلحه، سواء شغل كتير قدامك او حتى لو انت طالب عشان تطبق على الكتاب. بدات بربع حبايه من نصيحه من صاحبك اياه، وما كانش كل يوم. تاخده من هنا يا معلم وتفضل شغال زي الحمار، وما تحسش بتعب ابدا لحد ما تنام وتصحى تاني يوم. فيبدا يظهر عليك تعب اليوم اللي فات كله، فتبدأ تدور على حاجة تهديك، فتاخد الربع التاني وتشتغل زي الحمار تاني. والشغل اللي بيخلص في يوم بتخلصه في ساعتين زمن، وتنام وتصحى متنرفز ومش طايق نفسك وجسمك كله متدغدغ. فتدور على الربع التالت، تاخده وتشرب بعديه كوباية شاي يا معلم، تتفاجئ انه ما عملش زي اول ربعين. فتقوم واخد الربع الرابع بعد شوية. يعني اليوم ده اخدت نص، يظبط معاك احلى تظبيط، انجزت شغلك وتمام التمام. حتى لما تروح العلاقة الزوجية، مدة العلاقة الزوجية بقت أضعاف أضعاف قبل كده. الله، إيه الجمال ده؟ تخلص علبة السجاير سيجارة في ظهر سيجارة وأنت أصلا مش حاسس بصدرك. ما بتحسش بصدرك اللي بيولع غير لما تفصل من الترامادول، أو لما تنام وتصحى. بعد فترة النص ما عادش بياكل معاك، فبدأت تزود نص الصبح ونص بالليل، وهكذا. النص ما عادش بيجيب معاك، فبقت حباية الصبح وحباية بالليل، وحباية جابت حباية جابت شريط. المشكلة بقى إنك كل ما تزود الجرعة اليومية يبدأ الوش التاني بتاع الترامادول يبان. هتصحى من نومك كل همك في الحياة هو الحباية. تكتشف إن الشريط ب1000 جنيه، 10 حبات ب1000 جنيه. هتجيب منين؟ جسمك بيتقطع ومش طايق نفسك، ودماغك هتنط منك، وسلسلة ظهرك هتنقطع. فتبدأ الحباية دي تسيطر على حياتك كلها، فتبتدي واحدة واحدة تهمل في شغلك وبيتك لحد ما تلاقيش فلوس خالص. هتعمل ايه؟ يا اما تمد ايدك يا اما تشتغل في الحرام. تعالى بقى نتكلم بشكل طبي شويه. الترامادول مش معمول عشان تذاكر ولا عشان تشتغل، ده دواء من عيله المخدرات، معمول كمسكن للالام الشديده اللي المسكنات العاديه ما بتجيبش معاها، زي مرض السرطان. المفروض انه ما بيتصرفش غير بروشته مختومه من الدكتور، يعني من الاخر مش لعبه. لما تبدا تاخده من دماغك تبدا البلاوي كلها تبان: صداع ودوخه واريافه في المزاج واكتئاب وضعف جنسي وامساك. ولو زودت الجرعه شويه تلاقي نفسك داخل في تشنجات، خصوصا لو بتاخده مع مهدئات تانية او كحول. ممكن في لحظه يوقف لك التنفس وتموت. ولو جيت تبطله مره واحده هيمسكك الرعشه والعرق والمغص، ودماغك هتولع وممكن توصل للهلوسه. بس اسمع مني يا صاحبي، مفيش حد ما بيتعالجش. العلاج موجود، وبيبدأ بتقليل الجرعة تدريجي تحت إشراف دكتور، وفي أدوية بتخفف أعراض الانسحاب، ومع جلسات نفسية ودعم اللي حواليك اللي بيحبوك ممكن ترجع بني آدم طبيعي زي الأول وأحسن كمان. خلي بالك، الترامادول مش بيشيل التعب، الترامادول هيشيل حياتك كلها. فلو تعرف حد واقع في الفخ ده يا صاحبي، ابعت له الفيديو ده، يمكن يكون سبب إنقاذه. افتكر إن الرجولة مش في الحباية دي، الرجولة إنك تقدر تسيطر على نفسك كويس.